ورا ما ندخل بهذا الباب، ورا ما نخطو هاي الخطوة، خلص ماكو رجعة. نقول بسم الله يا رب. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده وبعد طول انتظار مليون روزز قرر ان هو يطلع فيه سكام، والنهارده هنعرف في الفيديو ايه السبب الرئيسي اللي خلى مليون روزز يطلع فيه سكام. فخليك مع الفيديو ومتنساش اللايك والاشتراك، ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم. هذا المقطع صار لي أصوره 4 مرات. مقطع صعب، أول مرة أشوف هيك مقطع يمر علي. قبل لا أبدي أريد أقول ألف مبروك للمنتخب العراقي. الفرحة صارت فرحتين، العراق جاب كأس الخليج ومليون روز طلع فيس كام. اكو مفاجآت او اكو هدايا راح اوزعها عليكم، راح اتطرق عليها بنهاية هذا المقطع، فشاهد هذا المقطع للنهاية وخلينا لايك. بدينا بشي صغير والحمد لله والشكر، دائما وابدا شوفوا وين وصلنا. بصراحة يا اخوان ما حد قال لي انه الفيس كان يجوع، فقبل لا انه نحكي خلينا نروح نسوي اكل. ليتس جو. السلام عليكم شباب بنات، شلون عساكم؟ طيبين؟ فرحان هواية لأنه دا أشوف وجوهكم مبتسمة. أهلا بكم مرة اللوخ، وياكم اللي روزيس. أريد أقول شكرا جزيلا لكم يا شباب ويا بنات، أنتو خليتوا رحلتي باليوتيوب كلش حلوة والهمانة. سوينا شي حلو، بنينا مجتمع عائلة مليون. ما كنت أقدر أسوي هذا الشي وحدي، لكن أنا وأنتو خلينا إيد بإيد وبنيناه. لا تسألني شلون، صدقني عندك إيد بالموضوع. صح إنه مرينا بصعوبات، لكن كل شيء هون واهم شيء النتيجة. صدقوني انتو حققتوا حلمي. اني حلمي يعني صح انه اني كنت ادرس انجليزي، لكن حلمي كان احب التصوير، كنت احب ادرس التصوير واحب الكاميرات واحب المونتاج. قبل اليوتيوب اني اصلا كنت احب هذا الموضوع، والحمد لله انتو خليتوني اسوي الشيء اللي احبه. واحساسي حاليا ودائما كان بالنعمة، نعمة انه يتابعوني من افضل الناس بالعالم. وهذا الكلام مو مجاملة، صدقوني هذا الكلام نابع من القلب. بدينا بشي صغير وشوف هسه وين وصلنا، وبفضل الله ثم بفضل دعمكم إلي وصلنا لهاي المرحلة اللي أنا كلش فخور بيها. فشكرا لكم من القلب، ولأنه أنا كنت أريد أخليكم تبتسمون من مقاطعي أو المحتوى اللي أنا كنت أسويه، من بثوث، من ستوريات، من مقاطع على الانستغرام، من السوشيال ميديا اللي كنت أنزله. اجت مقدمة مقاطعي، فرحان هواية لأن دا أشوف وجوهكم مبتسمة. هاي رسالة إلك إذا أنت وصلت لهاي اللحظة من المقطع، لولاك ما كنت أقدر أحقق هذا الشيء. وإن شاء الله القادم أفضل، راح يكون لكم محتوى جديد. راح تسألني هل راح تعوف الببجي؟ لا، ما راح نعوف الببجي، لكن راح ننوع بالمحتوى، ألعاب جديدة، فلوجات، أشارككم حياتي. وأنت تستاهل توضيح من عندي. أنا ليش خفيت وجهي عنكم كل هاي السنين؟ بصراحة يا أخوان أنا كنت أريد أركز على المحتوى اللي أنا كنت أقدمه، وما يتشتت انتباهي بشغلات ثانية مثل الفيس كام. فقبل أسبوع تقريبا طلعت مقابلة ويا ببجي موبايل، وبالغلط وجهي الكرتوني راح، الفلتر راح من وجهي. فأنا بهاي اللحظة احترت، شنو أسوي؟ هل أغلس وأمشي لو أطلع فيس كام؟ فاتخذت قرار أنه أني أطلع فيس كام. فنودع الكاركتر مالتي اللي عاش ويانا فترة، شكرا جزيلا له، لكن هسه اجا مليون روزز الأصلي حتى يحتل الساحة. فحياكم الله، أنا مليون من العراق، من مدينة الموصل. إذا ما كنت تعرفني هسه عرفتني، واتشرف فيكم كلكم. شكرا لكل واحد قال لي كلمة حلوة، وشكرا اللي قال لي كلمة ما حلوة همينة. هسه يقول هذا شنو اتجنن، لأنه هذول الناس همينة ساعدوني أوصل للشخص اللي أنا حاليا أنا عليه. فشكرا لكم كلكم. واللي وصل لهاي اللحظة أريد أقول لك إنه المفاجأة هي راح نشحن ل 30 شخص بمناسبة فوز المنتخب. الشروط كلش سهلة، خلينا لايك على المقطع وانت مشترك بالقناة، وتشارك هذا المقطع ويا صاحبك، وتكتب لي بالتعليقات رأيك بالمقطع واسمك والاي دي مالتك باللعبة. وبالتوفيق للجميع. وهمين راح احتاج مساعدتكم. هذا الكاركتر راح ينضاف على مقاطع اليوتيوب وعلى البث همينة، لكن احتاج اسم إله، فاكتبوا لي اسم مناسب إله بالتعليقات. اوكي يا شباب، انا متأكد
انه الفيس كام راح يخليكم اقرب من مليون روزس. فنحن وصلنا لنهاية مقطع اليوم، اتمنى استمتعتوا ويانا. شكرا جزيلا لكل واحد وصل ويانا لهاي اللحظة. شكرا مستر اكس ورا الكاميرا، ما قصرت، صار لنا كم يوم نكمل بهذا المقطع، واخيرا كملنا تصويره بس باقي مونتاجه. شو تقول؟ على كل نشوفكم على خير، احبكم هواية وبيس اوت.